امرأة مسحورة بتقول إنها لما كانت بتسمع الآية دي في التلفزيون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما كانتش بتتأثر ولا كانت بتحس بأي حاجة، علشان كده عمرها ما عرفت إن هي مسحورة أو تعبانة. لكن لما راحت لراقي شرعي وبدأ يكرر عليها الآية دي بدأت تتعب وبدأ يحضر الجن عليها وتم شفائها بإذن الله. طيب إيه السر؟ ما هي نفس الآية اللي خفت بيها على إيد الراقي هي الآية اللي كانت بتشغلها باستمرار في البيت. السر في حاجتين، النية والتكرار. الشيخ اللي بيقرأ في التلفزيون بيقرأ بنية القراءة وهي بتسمع بنية الاستماع، لكن الراقي كان بيقرأ بنية شفائها وهي بتسمع له بنية الاستشفاء. النية مهمة جدا في العلاج وكمان التكرار. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟